هذا هو تقرير الطب العدلي للمرحومة الدكتورة بان زياد طارق. وبهذا المقطع راح أتكلم من ناحية طبية عن إمكانية حدوث هذا السيناريو. طبعا كل التحليل الطبي راح يكون معتمد على هذا التقرير والتقرير الأول اللي صدر عن المستشفى والطب العدلي. النقطة الأولى مثل ما تلاحظون بالتقرير وجود جرحين متماثلين بكلتا اليدين بشكل طولي بطول 9 سنتيمتر وعرض 6 سنتيمتر بالإضافة إلى عمق يصل إلى العظم. خلينا نسوي هذا الشيء على محاكاة بجسم الإنسان. هذا هو نموذج يحاكي جسم أنثى الإنسان. راح نروح للمنطقة اللي صار بها الجرح ونزيل الجلد ومن ثم نزيل العضلات والعظم باعتبار أنه وصلنا للعظم بالتقرير. راح نكبر ونشوف التراكيب اللي موجودة أوردة وشرايين من ضمنها الراديال الألنر وكذلك الانتروسيوس ارتري. الجرح بعرض 6 سنتيمتر وطول 9 سنتيمتر، معناها أنه كل التراكيب اللي موجودة ضمن هذا النطاق راح تكون تعرضت للإصابة المباشرة. بالتالي القطع راح يسبب إصابة مباشرة للراديال الألنر وحتى الانتروسيوس ارتري، مما يؤدي إلى فقدان كمية تصل إلى 300 مل من الدم بالدقيقة. وبالنظر إلى عمر الدكتورة بان والوزن التقريبي إلها، فهذا الشيء راح يؤدي إلى فقدان الوعي خلال دقيقة واحدة فقط. وإذا أخذنا بالنظر لاعتبار فقر الدم اللي عندها، فمعناها أنه الدم عندها أصلا ما مشبع بكمية كافية من الأكسجين. هذا راح يسبب فقدان الوعي بشكل أسرع، مما يؤدي إلى أنه مستحيل يكون عندها الإمكانية أنه تعيد الجرح باليد الثانية قبل أن تفقد الوعي. النقطة رقم 10 من التقرير توضح أخذ أدوية مخدرة ممكن فعلا أن تقلل من الألم أثناء تنفيذ العملية، لكن هذا الشيء ما يمنع عملية فقدان الوعي خلال الوقت المحدد بسبب نقص الأكسجين بالدم. أما النقطة الثانية وهي كتابة عبارة أريد الله بسمك 3 سنتيمتر للحرف الواحد، هالشيء يتطلب كمية كبيرة من الدم، فضلا أنه بعد ثواني فقط من النزيف الحاد وهبوط الضغط المفاجئ ما يقدر الإنسان أنه يركز بعمليات معقدة مثل الكتابة. فهذا يسمونه الكوردينيشن موفمنت ما راح تكون قادر عليه خلال أول 10 ثواني، فما بالك أنه هي ورا ما جرحت الإيد الثانية راحت كتبت العبارة. بالنقطة رقم 2 من التقرير وجود آثار محيطة بالرقبة تشير إلى عملية خنق. هالشيء طبعا مستحيل أنه الإنسان بعد فقدان الدم وهبوط الضغط المفاجئ وخسران عملية تنظيم الحركة بالجسم أنه يقدر يسوي عملية معقدة مثل الشنق، وهذا الشيء مستحيل حسب الناحية الفسيولوجية والطبية.